السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه ايلو داوي. نتمنى تكونوا بصحه جيده. اليوم نقدم لكم طريقه تحضير مسمن بالشحمه، كيجي رائع وكيجي ناجح مليون في المئة وكيجي مورق ومحمر. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، واللي ما كتاكلش وليداتها الشحمه ان شاء الله تبقى تاكلها. الشحمه راه في كل بيت دابا. نبداو على بركه الله. بسم الله توكلنا على الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا عندي كيلو ديال الفرص، عندي نص كيلو ديال الفينو، وانتم على حسب الافراد اللي عندكم. هنا غندير نص معلقه ديال الخميره الفوريه، كما قلت لكم على حسب الافراد اللي عندكم. اللي بغات دير قل من هاد الطحين راه كدير نص كيلو ديال الدقيق الابيض وكدير 2 كيسان ديال الفينو. هنا عندي انا معلق ديال العسل، واللي ما عندهاش العسل دير واحد المعلق ديال سنيده، غير هو كيعطيه واحد اللون محمر. هنا غنعجن العجينه عاديه غير بالماء عادي، ما كنسخنو ما والو. كنخلط هذاك فينو مزيان حتى كيرطاب. من بعد ما خلطته مزيان دابا غنخلط العجينه ديالي. من بعد ما خلطت العجينه ديالي كنخليها مطلوقه، ماشي تخليوها قاصحه وتبقاو تعجنوا وتزيدوا في الماء كتعذبكم. خليوها مطلوقه وعاد دلكوها تقريبا واحد 2 دقائق. كتبان لكم رطبه العجينه، عاد بديت كندلك فيها. من بعد ما دلكتها واحد 2 دقائق حتى ولات ملسه، دابا كنغطيها ببلاستيك وكنخليها كترتاح تقريبا واحد 10 دقائق ولا 20 دقيقه. من بعد ما صاغب دوك الحشوه كما كتشوفوا العجينه مني طلقت راه كتولي بحال المسكه، ما كتقطع ما حتى شي حاجه حقاش العجينه مدلوكه. غير تبعوا هاد الطريقه اللي درت معكم. دابا الحشوه انا راه ما غنطيبها ما والو، غندير داك الشيء كما غتشوفوا. من بعد ما دهنتها بالزيت غطيتها بلاستيك باش ما كتوليش قاصحه من الفوق العجينه. هنا عندي 2 بصلات قردتهم على هذا الشكل. ما تقردوش البصله مزيان باش ما تطلقش داك الماء، خليوها باينه. وعندي 2 فلفلات حتى هما قردتهم على هذا الشكل. هنا عندي الشحمه على حسب الافراد اللي عندكم وعلى حسب الذوق ديالكم. اللي كيبغيها راه يقوي فيها واللي ما كيبغيهاش يديرها قليله. هنا عندي معلق ديال التحميره، عندي معلق ديال قزبر يابس، عندي نص معلق صغير ديال الابزار، وعندي معلق ديال الملح دائما كما كنقول لكم على حسب الذوق. هنا عندي الهريسه، غنضيف معلق ديال الهريسه. واللي ما كانت عندها ديك الفليفله الحاره اللي بغات تقردها حتى هي وتزيدها راه كتعطي واحد المذاق زوين. وهنا انا ضفت زيت العود باش خلطتها بزيت العود، زيت الزيتون. كما كتشوفوا خدرت غير معلق ديال التحميره راه عطاتها اللون احمر. هنا عندي زيت المائده. من بعد ما طرقت ليا العجينه كي كتشوفوا دايره داك الفقاعات حقاش مدلوكه. كنقرصوا المسمن ديالنا رقيق باش ما كيجيناش غليظ من الداخل، كيجي مورق.
والزيت راه حنا كندهنو قليل بالزيت، ما كنديروش الزيت بزاف حقاش ديك الشحمه راه كتطلق الهدام ديالها. كما قلت لكم انا راه الحشوه ما طيبتهاش، خلطتها بحال هكاك ودرتها محدا كيطيب في الفران، وديك الحشوه كطيب وكيجي رائع، احسن من ديك الحشوه ملي كطيبيها وطيبي ديك الشحمه ملي كتبغي تعمريها وتقرصي كيعذبك. غتجربوه ان شاء الله وغيعجبكم، وما عجبكوش تستغناو عليه حقاش راه كيجي رائع. انا كندير غيدي في الزيت وكندهن، ما كنديرش الزيت بزاف. غنزيد معاكم هذه اللي بغات تزيد ديك الحشوه، اللي بغات تزيد فيها حتى هذيك الزيتون مقطع، راه تزيدو حتى هو كيجي زوين. من بعد ما عمرتهم وخليتهم يطلقوا تقريبا واحد 10 دقائق باش ملي كتبغيو تقرصوهم ما كيعذبوكمش وما كتخرج لكمش ديك الحشوه دغيا كتقرص. انا من بعد ما قرصتها، اللي ما عندهاش ديك ورق الزبده راه دهن غير الزيت وتحطها في اللاطه، راه ماشي مشكل، ما كتلصق ما والو. هي بالنسبه للفران تكونوا مسخنينه دابا محدكم نتوما كتخبزوا الفران كيسخن، يكون سخون مزيان باش ملي كتدخلوها للفران دغيا كتنفخ وكتورق، ماشي تدخلوها غتشعلوه باش كتجي يابسه ديك الساعه، يكون الفران سخون مزيان غير دخلوها. كما كتشوفوا من بعد ما دخلتها دغيا تنفخت وكتجي محمره ومورقه وكتجي مقرمشه، كيجي رائع رائع. كما كتشوفوا شوفوا الطريقه راه سخون، ما كنبقاش نهزها داكشي علاش كنقيس فيها كما كتشوفوا الاخرى ملي تبدا كتنفخ بحال هكا كتكبوا عليها شويه ديال الزيت. هذاك الزيت الا بغيتوه يجيكم محمر ديروا فيه شويه ديال التحميره، ما بغيتوش ديروها بحال هكاك. كما كتشوفوا اخواتي المسمن هو هذا، راه كيجي محمر ومورق وكيجي رائع والله العظيم، اللي كيجي بنين ما شهيتكم فيه. غتجربوه ان شاء الله وغيعجبكم. كتشوفوا الشكل ديالو راه كيشهي. الا من التوريقه ولا من التحميره هذه الحشوه اللي شاط ليا ثاني درت فيه هذا المسمن مربع هذا، كندير مسمنه كنعمرها وكنديرها في وسط مسمنه وكنخبزو ثاني في هذا المقله، حتى هو راه كيجي رائع.